أكلة مش مبهرجة بس مفيش اتنين يختلفوا على حبها. ريحة تقلية التوم وهي بتتحمر في السمنة البلدي، وصوت البامية وهي بتتقلب على نار هادية، كأنها بتسرح في ذكرياتك. بس قبل ما نعرف ونغمس، تعالوا ما نحكي الحكاية الأول. البامية دي بقى أكلة ليها تاريخ طويل قوي. أصلها بيرجع لإفريقيا، وتحديدا في إثيوبيا. كان اسمها أكرو أو أخرو، ومن هناك ابتدت رحلتها. اتنقلت بقى مع الناس والتجارة لحد ما وصلت مصر وسكنت في مطبخها، وبقت من العلامات. والمصري كالعادة لازم يحط التاتش بتاعه. زودنا عليها التقلية والطشة والقوطة، وقالك لا دي تاكل بالعيش وتغمس كده لحد ما تنسى الدنيا. والظريف بقى إن في بامية خضرا بالصلصة، أو في بامية مفروكة ويكا، وفي ناس بتحبها باللحمة، وفي اللي ياكلها بشوية رز أبيض ويا سلام لو معاها قوطة مخللة ولا بتنجان مخلل. وفي بيوت بيحطوا معاها قرن شطة، وستات بتحلف إن البامية ما تتاكلش من غير شطة، لا دي ما تسواش. وفي الآخر البامية هي اللي بتجمع الناس حوالين السفرة، واللي ريحتها بتفكرنا ببيوتنا وبأمهاتنا، وهما بيقولوا لنا اللي ياكل صباع بامية يرجع ياخد الحلة كلها. ودي كانت حكايتنا النهاردة مع أكلة بسيطة بس طعمها كبير جدا. ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان في الأكلة وما فيها كل أكلة ليها أصل، كل أصل وراه حكاية.